مساء الخير، رمضان كريم عليكم وعلى أسركم ويعيدوا عليكم دايما وعلى أسركم بكل خير وصحة وسعادة. بمناسبة رمضان قعدت أفكر شوية وأنا ممكن أتكلم معاكم في إيه، واكتشفت إن مفيش أحسن من إني في الشهر الكريم أكلمكم عن أقرب حاجة ممكن نحاول نكتسب بيها وفيها فضيلة في عالم البيزنس، ألا وهي فكرة الكالتشر او بيئه العمل. وبنسبه كبيره اي حلقه بعد كده هعملها في الشهر الكريم هتبقى حادفه على فكره بيئه العمل وازاي نبقى بني ادمين افضل في شغلنا وفي حياتنا العمليه. بس النهارده هبتدي بفكره صادمه عن ده شويه، وهي امتى ما تكتفيش انك ترد على زميلك في الشغل بجمله اللهم اني صايم، بل وتاخد اكشن وتعمل ايه كمان. وده هيبقى من ريفيو كتاب جيركس ات وورك، او بمعنى اخر قصه سنو وايت والحمقى السبعه في الشغل. والريفيو ده في الحقيقه موجه لكل الناس اللي بتتخرج من الجامعه وحابه تخش في مجال الشغل بسذاجه الاطفال، وفاكره ان الشغل ما هو الا الشغل وخلاص، وان العلاقه اكيد طرديه ما بين الشغل والنجاح. او لكل الناس السالكه ذوي الخبره اللي بتحس في اوقات انها رغم انها سالكه وبتاعت شغل الا ان ده مش كافي انهم يكبروا في الشغل، ان ما كانش العكس انهم يحسوا في اوقات ان سلكانهم هو سبب عطلتهم في الشغل. او لكل الناس اللي بتشكك في نفسها انها سالكه ويقعدوا يبصوا على ناس مش سالكه في الشغل ويفتكروا للاسف ان دول اذكى لانهم بمجهود اقل بيحققوا نجاح اكبر. معاك ان ده في اوقات بيكون ذكاء طبعا، بس ما نقدرش ننفي انه في بعض الاوقات برضه بيبقى نصب وعدم امانه. طب امتى يبقى ذكاء وامتى يبقى نصب؟ لكل الناس اللي كانت سالكه في يوم من الايام وبقوا بتوع بوليتكس وبيسيسوا امورهم في الشغل لان الحياه ما كانتش عادله معاهم، فلازم تبقى عارف ان الشغل دايما هيبقى فيه جيركس او حمقى. وحماقه هنا مش معناها غباء او جهل، بل على العكس، الناس الحمقى المقصودين هنا اذكياء جدا، هم بس اخدوا الوصف ده لانهم دايما بيؤثروا الانا على الاخرين وبيعرفوا يظهروا كويس قوي انهم قال ايه مش بيعملوا كده. والناس دي في اوقات كتير لو انت مش دريان بوجودهم او بتفوت لهم عشان الصيام، او لو ما قدرتش تتعرف عليهم في مجال شغلك، هيأذوك بسهولة في مجالك من غير ما تعرف. هيأذوك خارجيا في مجالك وكاريرك وكبرك في شغلك وترقياتك، وهيأذوك داخليا يوم ما تصدق ان الفساد والتحول لأحمق جديد هو الطريق الوحيد للنجاح، او عن طريق انهم يضغطوا عليك للدرجة النفسية اللي عشان ما تبقاش أحمق زيهم تضغط لدرجة غير محتملة فتشك في نفسك وتطلع ده في هيئة العديد من العادات السيئة بره الشغل، لأنك بقيت مضغوط وما عادش عندك الذهن الصافي إنك تعمل عادات كويسة، فتروح وتلهي نفسك بحاجات سلبية كتير. الحقيقة إنك تقدر تبقى ناجح وسالك، الاتنين. كل اللي احنا محتاجينه بس هو شوية توعية. وعشان كده الكتاب اللطيف ده اللي صدر من سنتين تحت اسم جيركس ات وورك، واللي مؤلفاه تيسا ويست وهي أستاذة مساعدة للطب النفسي في جامعة نيويورك، بيحلل 7 شخصيات وأنواع من الحمقى اللي موجودين معانا في الشغل مع شوية طرق وحيل لمعرفتهم وإزاي تتعامل معاهم. وهدفي من الفيديو ده إن كلنا نرجع تاني نكون بتوع شغل بدل ما بقى الطبع الغالب هو جعجعة مش أكتر. ها جاهزين؟ إليكم ال7 حمقى. الأحمق الأول كيس اب كيك داون، أو بوس فوق واطحن تحت. وزي ما باين من الاسم فالناس دي هي اللي بتجامل الطبقة اللي فوق وبتفضل تديلهم صورة حلوة قوي على حساب الناس اللي تحت. مشكلة الناس دي كبيرة جدا لانهم دايما همهم انهم يدوا صورة حلوة للمديرين، وده بيحصل كل لحظة بيوافقوا فيها على طلبات مديرينهم او يوعدوهم وعود غير معقولة لمجرد كده انهم ياخدوا السكسي، حتى لو كان الناتج ان على حساب ده انهم يطحنوا الناس اللي تحتهم. والشخص ده بيعمل كده لانه بيبقى عارف انه لو رفض كلام مديره لحقوق الناس اللي تحته مش هياخد السكسي الكافي اللي كان مستنيه. وبالمناسبة مش صعب التعرف على الشخصية دي خالص، بتتعرف عليه بسهولة لما تتفرج على اجتماعاته مع مديرينه ويبان اختلافه الواضح ما بين اجتماع كان فيه مديره وفريقه وما بين اجتماع كان فيه هو وفريقه بس. وهو شخص دائم المحاولة انه يكسر جبل التلج اللي ما بينه وما بين مديره، بانه بيبقى عايز يخش في علاقة شخصية يطلع فيها اي تشابه ما بينه وما بين مديره، وبيكون متواجد دايما في الاجتماعات اللي فيها فرصة انه ياخد لقطة اكتر من انه يشتغل. التعامل مع الشخص ده غير انك ما ينفعش تكتفي انك تقول له اللهم اني صايم، ما ينفعش تماما انك تروح تشتكيه. اصل هو قعد وقت كتير جدا يبني اللي هو فيه دلوقتي في علاقته مع مديرين، واي شكوى مشاعرية ضده اكيد هتطلعك انت اللي غلطان. لازم يبان ان همك الشغل مش نفسك، فلازم تبقى استراتيجي شوية في التحرك. محتاج الاول تتأكد من مشاعرك
تتكلم مع ناس قديمة مثلا تفهم منهم شخصية المدير ده، لأن جايز من كلامهم تكتشف إنه عادي والناس متعودة عليه كده، بس هو أنت اللي حسيس حبتين. أو تكتشف مثلا إن أنت اللي عايز تمشي كلامك وخلاص فبتحتك بكتير. لكن لو كذا حد قالك إنه عارف إن المدير ده كده، فساعتها بتتأكد فعلا إنك مش لوحدك، وهتروح وقتها تعمل تاني خطوة، وهي إنك تحط فاصل ما بينك وما بين المدير ده بقدر الإمكان، لحد ما يجي وقت تالت خطوة، وهي إنك تروح تكلم مديره. لما تروح تكلم مديره لازم تتكلم بأفعال الشخص ده عملها تثبت وجهة نظرك، وإزاي أثرت في الشغل مش في وجهة نظرك. رابع خطوة، ما تزنش. قدمت كلامك، استنى شوية، وفي أوقات شوية كتير، لأنه لو أنت صح في حاجة أكيد هتحصل، بس مش شرط في الوقت القريب اللي أنت متوقعه. بس صدقني لو كنت وصلت حاجة فيها أدلة بتأثر على الشغل فعلا، مع الوقت اكيد كلامك هيبان. الاحمق التاني، ذا كريدت ستيلر، او الحد اللي بيشتغل معاك بشكل مقرب جدا للدرجه اللي ما بيبقاش عنده مشكله انك لما بتتعب في حاجه يظهر ويقول للناس في اجتماعات انت فيها او مش فيها ان هو اللي عمل الحاجه دي وياخد اللقطه. مشكله الناس دي انهم بيبقوا عكس النوع الاول، بيبقوا قريبين، بيبقوا صحاب، بيبقوا بحسب وصف الكتاب ديب في شكل حمل، بيبقى شخص باين عليه انه زميل، صاحب او مدير حلو، منتور كده. ومش دايما سرقه التقدير بتبقى ببجاح انهم ينسبوا لنفسهم النجاح وخلاص كده، ساعات بيعملوها بشكل اعقد سيكا. ممكن ما ينسبش النجاح كله لنفسه، انما ليكم انتوا الاتنين، ويروح واخد هو الحته الأروش في المشاركه، فلا انت عارف تلمض معاه انه سرقك لانه قدام الناس شاركك، مالك يعني، ولا على الناحية التانية انت عارف ترتاح لانك ما خدتش الحتة والتقدير الحلو اللي انت بجد تستاهله. وعلى فكرة في وقت من الاوقات مش شرط يبقى شرير فعلا، لان لو انتوا الاتنين دماغكم شبه بعض هيبقى صعب انكم ما تفكروش نفس الفكرة وفي نفس الوقت، او حتى تبقى افكار شكلها قريب من بعض. وكل واحد فينا دايما بيبقى مقدر نجاحه اكتر بشوية من اللي هو شارك فيه فعلا، لان ده جزء من الطبيعة البشرية. الكتاب بيقول ان في خطوتين للتعامل مع النوع ده غير انك تقول له اللهم اني صايم. الخطوة الاولى، الشخص اللي بيسرق وينسب النجاح لنفسه شخص واضح قوي انه في حتة قادر بيها يبقى عنده صوت او فويس يعرف بيها يقول ده ويخلي الناس تسمع انه عمل كده. فاول حاجة لازم تهتم بيها ان زي ما هو على مسرح انك انت كمان يبقى ليك مكان على المسرح ويكون صوتك مسموع. والصوت ده ما بيجيش غير لو عندك حاجة اسمها الادفايس تاي، او ما يدعى بكرافتة النصيحة، ان الناس تبقى بتحب ترجع لك عشان انت بتسدي ليهم النصح. وعشان تعمل كده لازم تبقى بتفهم في مفاتيح الشغل كويس قوي، بانك تقعد مع ناس كتير وتفهم الشغل للدرجة اللي تخليك في وقت ما تبقى في حتة انك بتحل مشاكل اكتر ما بتطلع مشاكل. لو عملت كده هتبقى مسموع، ومش بس كده، ده انت كمان هيبقى معاك سلطة انك ترجع لناس كتير اصواتها لو كانت ناس تانية بتسرق نجاحها وشغلها. والجزء الخادع هنا انه على عكس بيئات الاجيليتي والمرونة اللي موجودة في الستارت ابس اللي بتهتم دايما ان محرك الفريق يبقى الاوتكم او النتيجة بغض النظر عن مين عمل ايه، لا ده انت في الحقيقة بقى لو شكيت ان الشخص ده موجود لازم تعمل زي بريك داون كده او تقسيمة لكل واحد مهمته ايه بالظبط وفكرته كانت ايه بالظبط، ويبقى ده متدون عشان يقلل من فرص ان حد يسرق وينسب النجاح لنفسه، ويبقى في مكافآت فردية زي ما في مكافآت جماعية على هذا الاساس. الاحمق الثالث، ذا بولدوزر، وده الشخص اللي ما عندوش اي مشكله في اي وقت من الاوقات انه يتراش توك الناس ويعاملهم دايما زباله، اللي هو من الاخر بتاع خدوهم بالصوت، لانه بنسبه كبيره عاده بيكون هو الشخص القديم في الشركه اللي معاه كل مفاتيح الشركه، واللي حتى لو جديد في شركه هيتحرك باسرع وقت عشان يبقى معاك كل المفاتيح، مش بالضرورة عشان فارق معاه الشغل على قد ما هيبقى فارق معاه انه يبقى في موضع قوة بسرعة عشان يطلع ايمانات الناس. وده طبعا مش صعب خالص انك تعرفه، هو باين من طريقة تعامله مع الناس. طريقة التعامل مع الشخص ده مش انك تخاف منه وتسكت او انك تقول اللهم اني صايم وتعدي الموضوع، بل على العكس، ما تسمحلوش انه يقاطعك، ولما تتكلم حاول تعبر عن نفسك في اقل جمل ممكنة والناس مركزة معاك قبل ما يفقدوا تركيزهم، فتبقى لحقت توصل المعلومة بشكل واضح. على الناحية التانية لو انت مدير شخص زي ده فانت محتاج تحكم اجتماعات فريقك بشكل يخلي الناس كلها مسموعة، مش بس الناس اللي بياخدوا بالصوت. محتاج ما تسمحش بوجود البلدوزر عموما في فريقك،
ولازم يبقى الشغل ماشي ببروسس واضحة، مش باللي قادر ياخد أكبر مفاتيح في الشغل وخلاص. ولازم الشغل يبقى بيتشفت على الناس كلها، مش على اللي بيقول أنا. والبلدوزر حله دايما في الديمقراطية، سواء ديمقراطية انت بتأسسها قصاده على الناحية التانية، او ديمقراطية هتتبني عاجلا ام آجلا عليه لما يفضل عنده في مكانه وناس تبتدي تتكاتف عليه انها زهقت من الوضع. من الاخر البلدوزر على ضخامته دي هو اكتر نوع بيعمل حبل مشنقة لنفسه، وانت لما بتتحرك مش بتتحرك عشان تأذيه او تمشيه، على قد ما انت بتتحرك عشان تنقذه من نفسه. انت ممكن تعتمد عليه اكيد في حاجات لو هو عايز يدوس في الشغل، بس لو لقطت ان هو فيه الطبيعة دي ما تخليش الحاجات اللي بتعتمد عليه فيها هي الحاجات الاساسية. الاحمق الرابع ده فري رايدر، او اللي راكب ببلاش، وده اللي راكب مع اتوبيس فريق ناجح من غير ما يدفع تذكرة، ومستخبي في نجاح الفريق من غير ما حد ياخد باله كده، لان الفريق اللي حواليه مخبيه. الشخص ده بيستفيد من 3 حاجات اساسية في اي فريق ناجح: الشطارة والتعاون والمكافأة. نبتدي بالشطارة. هم لو شاطرين والفريق فيه 5 فيهم واحد راكب ببلاش، وافترضنا مثلا ان الشغل نسبته 100%، هتلاقي ان اللي راكب ببلاش ده خلى الباقي كل واحد فيهم ياخد 25% بدل ما ياخد 20%، لانه ايه 5% زياده يعني مع كل واحد شاطر في الفريق. بس بسبب ده اللي ركب ببلاش عرف ما يشتغلش ال 20% بتاعته كلها، والشخص ده عشان مفرفش كده ومعاه وقت ومعهوش شغل، فبيعرف كويس قوي انه يتصاحب على الناس ويخليهم ما يحسوش انهم بيشتغلوا له او يتكسفوا يطالبوه بشغل اكتر لانه صاحبهم. وده بالنسبه للتعاون. نيجي لاخر نقطه وهي المكافاه. الحد ده بيعرف كويس قوي ازاي ياخد السكسي، يعني بيشتغل الحاجه الخفيفه اللي واخده لقطه، زي مثلا اللي بيعمل الباوربوينت في مشروع التخرج ويقدم وهو ما اشتغلش بجنيه، او مثلا بعد وقت كتير قوي ما كانش بيشتغل يروح يختار يشتغل على المهمه اللي مركز عليها المدير التنفيذي بتاع الشركه وهو ما اشتغلش باقي السنه. الحل للتعامل معاه مش انك تقول اللهم اني صايم وتعديله، انما بيبقى ب3 خطوات. اول خطوه هي شبه طريقه التعامل مع الكريدت ستيلر شويه، ان يبقى في خطه للشغل واضح فيها كل واحد هياخد ايه من الاول، عشان لو حد ما عملش شغله يكون في مساءله، او لو فكره وضع خطه صعبه فعلى الاقل يكون في دايما متابعه مين عمل ايه وبيعمل ايه، واللي نلاقيه في المتابعه ساكت لانه ما بيعملش حاجه يتم مساءلته برضه. تاني خطوه وهي خلق حاله من التنافس الصحي. لازم يكون في تقدير واضح لكل واحد عمل حاجه، عشان اللي ما بيعملش حاجه يبتدي يتضايق انه ما بيتقدرش. ثالث واخر خطوه ان الناس تحب الشغل نفسه وتصدق انها بتتعلم حاجه جديده فيه، مش مجرد انها تحب الناتج من الشغل وخلاص. الاحمق الخامس ذا مايكرو مانجر، او المدير اللي بيعد عليك انفاسك وفاهم انه كده ممشي الشغل، بينما هو مش فاهم ان ده مش سكيلبل ومش هينفع يكبر معاه، وانه مع كل نفس هو بيعده عليك في مليون حاجة تانية هو بيسقطها في نفس اللحظة، عشان هو مش هيقدر يبقى موجود في كل حتة في نفس الوقت. طب هو ايه اللي بيساهم في صنع المدير المايكرو مانجر ده؟ ده عادة بيكون حد اترقى صغير لمجرد انه كان بيشتغل كويس شغلانته القديمه، فبيبقى حاسس ان ايده لازم تبقى على الارض دايما بدل ما يركز انه يكبر ناس تاخد قراراتها بنفسها. الشخص ده بيبقى مقتنع ان المراقبه والمتابعه اكتر هم المفاتيح للنجاح، الفكره اللي هي مش صح، لان الموضوع لازم يكون فيه ثقه، ولو انت مش واثق في فريقك لازم تبقى عارف ان دي غلطتك، لانك ما اهتمتش تكبره بالشكل اللي يخليك واثق فيه مرتاح. وممكن تكون ما كبرتوش لاسباب كتيره بقى، لانك خايف تغلط، او لانك خايف على موقعك اكتر ما انت مهتم تكبر الناس اللي معاك، او ممكن يكون السبب انك معاك ناس كتيره قوي بتديرها وفاهم غلط انهم المفروض يمشوا بدماغك بدل ما يبقى فيه طبقه مديرين ما بينك وما بينهم تتاكد بيها انهم بيكبروهم بدل ما انت بتديهم اوامر من فوق كده وخلاص. طيب ايه احسن طريقه للتعامل مع مديرك المايكرو مانجر؟ بالظبط كده، مش انك تقول لنفسك اللهم اني صايم وتعديها. المفروض تعمل كالاتي: مبدئيا ما تروحش تخش فيه شمال بناء على مشاعرك، بالعكس روح اتكلم معاه عن الشغل اللي انت بتعمله، واسأله دايما ازاي شغلك ده جزء من الشغل الاكبر، لان في احتمال يبقى مديك شغل هو مجرد ملي وقت وما يكونش فاهم ده اهميته ايه. فلازم تتأكد دايما من قيمة الشغل اللي انت بتعمله، وتاخد الحوار ده مع مديرك فيحس انك فاهم. بعدها بقى لو هتنتقده ما تنتقدش بتعميم كده انه مدير مايكرو وخانقك، لا، انتقد مواقف بعينها انها ما ريحتكش وانك ما فهمتهاش. والتويست يجي هنا بقى، انك لو بجد عايز تحل مشكلة مدير مايكرو مانجر فحلها عكس الفكرة المريحة ليك.
أنا متفهم إن أي حد عنده مدير مايكرو مانجر بيكون عايز الوقت اللي يتجنبه ويتنفس منه، بينما الحل اللي بجد إن يبقى في ما بينك وما بينه ريجولر وان اون وانز كده، في هيئة اجتماع سريع ما بينك وما بينه كل حبة ثابتة تظبطوا فيه الأمور مع بعض وتتأكدوا إن الشغل ماشي صح وتدوا بعض فيدباك مستمر لحد ما بالتدريج تتبني ثقة مع العلاقة دي. الأحمق السادس، وده الوجه الآخر المظلم من القمر للأحمق اللي فات، وهو ذا نجلكتفل باص أو المدير البعيد قوي للدرجة اللي خلته ما بقاش دريان بعيشته. مشكلة النوع ده من المديرين مش إنه متجاهل، بالعكس ده أنت في أوقات هتحس إن التجاهل ده مريح قوي بالنسبة لك. المشكلة الحقيقية هتبقى في السيكبة والجنان اللي هيرجع لك بيه مرة واحدة وفجأة، لأنه بقاله فترة مش فاهم وأنت مش هتبقى فاهم هو ماله ده فيه إيه. والمشكلة التانية اللي بيعملها المدير ده في حقك هو قتل كاريرك بالبطيء، لأنه مش مركز معاك لو أنت سبت له نفسك. واسباب ده مش بس انه بيكون مايكرو مانجر في حته تانية، في اسباب تانية زي انه مثلا ممكن يبقى بيدير حاجات كتيره جدا على طبقه النهارده، او مديره ذات نفسه سحله في حاجات كتيره تانية غيرك، او مثلا لانهم نايس بيبل فما بيبقاش عندهم مشاكل ان ناس تسرق وقتهم عشان يساعدوهم هم بدل ما يساعدوك انت. النوع ده من المديرين بيركز مع الشاطرين ومش بيركز مع اللي مش شاطرين، ودايما بيتكلموا عنك كويس مش عشانك انما عشان بس يبينوا انهم لسه متابعين الامور. الخطوات للتعامل مع المدير ده غير انك تقول له ها ايه ايوه، غير انك تقول له اللهم اني صايم وتروح معدي الموضوع، هي انك تعمل كالاتي. اول حاجه، قدر الكوارث اللي ممكن تبقى عنده. لو عندك طلب او عايز مساعده اطلب منه في الخفيف وفي وقت محدود تقديرا لوقته، ولو في شغل تقدر تشيله من عليه شيل معاه، ومع الوقت انت هتكبر لما هتتعلم وهو كمان هيقدر ده. وحاول تدور له على بدايل، ولو في حد زيه في الشركة شاطر في الحاجة اللي انت عايز تعرفها منه روح لهم واسألهم، وما تفتكرش ان مديرك ده هيتضايق لو انت تخطيته، بالعكس ده ممكن ينبسط منك جدا انك عرفت تتصرف. واخيرا ممكن في الوقت المناسب لما تستجدع معاه في كل ده وبقى عندك الصداقة المناسبة معاه فممكن تديله فيدباك التجاهل ده ساعتها في الوقت المناسب، وهو هيقدره جدا لو علاقتكم بقت قوية فعلا، وممكن على اساسه يتصرف ويتغير بسببك. الاحمق السابع والاخير والاشر ذا جاز لايتر، وده الحد اللي فعلا شرير ومشوه، عنده بقى جنون عظمه او كبرياء او عايز يسرق حاجه رسمي في الشغل وعايز ياخدك تحت جناحه كده في بلاوي، فبيقرر يرسم لك حقائق مختلفه كده عشان تؤمن بيه ككاريزما وتتبعه عمياني بكل الاخطاء اللي هو بيعملها. وده معناه انه بنسبه كبيره النوع ده كذاب. فكرة معرفة الكذب في حد ذاتها صعبة جدا، بس هو بنسبة كبيرة في 3 حاجات يخلوك تشك ان الشخص اللي قدامك من النوع ده. هتلاقيه بدل ما بيقول انا بيقول احنا كتير، مش ممسوك بكلام واضح، وبيغلب على كلامه دايما احساس غريب من الايجابيه. الشخص الضبابي ده من مصلحته انه يفصلك عن الواقع بقدر الامكان عشان كذبه يكبر كده ويترعرع ويبين لك الحقيقه المزيفه اللي عايزك تؤمن بيها. وعشان يعمل كده لازم هيوهمك انك معاه من الجنس الافضل القاري، وان اللي حواليكم كلهم بهايم ما يستاهلوش انكم تنزلوا لهم، او على الجهه الاخرى هيحسسك انك دايما في خطر وانه دايما حميك من الوحوش اللي بره دول زي الوحوش اللي بره دول، وانك من غيره هتترفض وقتي. والحزين انه في اوقات كتير وهو بيوهمك انه بيحميك بيكون هو بره عمال بيبيع نفسه، ومش بعيد يبقى بيوحش صورتك كده عشان يوم ما تدرك وتصور عليه يبقى هو امن نفسه ان كلمتك ضعيفه قصاد كلمته اللي بقاله حبه بيبنيها وبيكبرها مع باقي الشركه. عشان كده الحل مع الفصيل ده من الشر هو فصيل مركز من الخير، بمعنى انت محتاج تاكد كده على اللي بتشتغل فيه مع الشخص ده. كل ما حدسك يحس ان في حاجه غلط مع الشخص ده ايدها لنفسك، هو كده كده هيلاقي طريقه انه يوهمك انها صح او منطقيه، بس انت محتاج تفكر نفسك دايما بانك تكتب كل حاجه، محتاج تبقى ذكر كده وليك شخصيه. يعني لو هو وهمك انكم افضل من الباقيين لا يا برم، تواضع للناس وحبهم واكسب محبتهم، الخير افضل ليك ولزمايلك في الشغل. ولو هو وهمك ان شغلك زي الزفت وكتر خيره انه حميك، اخرج للناس واسمع منهم، وحتى لو قالوا لك نفس الكلام سواء بسبب اللي هو عمله من نشر سمعه عليك او سواء بسبب ادائك انت فعلا، فصمم انك تسمع نقد موضوعي مش من حد عايز يطوعك عشان كاريزمته او عشان حاجات غلط عايز يعملها وعايز مساعدتك. اكبر وتعلم بالحق مش تتحمي بالباطل. معرفتك بالناس والتحامك بيهم اكيد مع الوقت
هيوصلك لحد كبير نضيف يقدر اللي بتعمله، وساعتها وقت ما تبقى كبرت بالاعتماد على نفسك مش عليه، فممكن وقتها تكلم الكبير النضيف ده وتطلب منه بشكل مباشر انه يعمل حاجة بخصوص الجاز لايتر ده. واوعى تواجه الكذاب ده انه كذاب في وشه، لانه حد بشخصيته هيوهمك انه تفهم كلامك وهيعتذر لك، بس كل اللي هيعمله بعد كده انه هيطور كذبه ليس الا. انت مش هتقدر تغير شخصية الشخص ده. واخيرا جزء من توريط النوع ده ليك معاه هو النميمة ونشر الاشاعات. انا عارف انك لما بتبقى في وضع ضعف ومش طايق سهل تنجرف انك تفنت وتفتح نميمة وتشتكي، بس خلي بالك لان في احتمال ان الشخص اللي انت بتفتح ده معاه هو مش فاتح ده معاك عشان بيثق فيك زي ما انت وثقت فيه، على قد ما ممكن يبقى بيعمل كده عشان عايز يورطك. موت اي نميمة واشاعة عندك. لو عايز تاخدها بفكرة روحية فما تتكلمش عن حد، لان ربك مش هيبقى مبسوط بده انك بتتكلم عن حد من وراه. ولو عايز تاخدها بشكل عملي ففكر ان الشخص اللي قدامك ممكن يبقى بيسجل عليك كلام، فايه الكلام اللي عايزه يوصل للناس على لسانك. فكون حكيم في اللي بتقوله مع زمايلك وخليك بروفيشنال عشان محدش يقدر يمسك عليك حاجة، والإشاعة تقف عندك وتبقى شخص ذو قوة في الشغل، لأنك محب للناس فمحبوب من الناس، لأنك بتحميهم، مش أحمق جديد بيحمي وجوده بخزوقتهم. بيت القصيد زي أي فيلم حلو، حارب كل الحمقى اللي بره بإنك تحارب الأحمق اللي جوه. كل واحد فينا أكيد فيه من اللي فات، ولو عرف يطوع الوحش اللي جوه هيعرف كويس قوي يتعامل ازاي مع اللي بره، مش بالوحشية ولا بالحمق انما بالنظافة اللي فايضة من جوه. هستنى منكم تقولوا لي في الكومنتات متحمسين اننا في رمضان نتكلم عن بيئة العمل والكالتشر في الشركات ولا لا، وايه تحديات بتواجهوها في الشغل في رمضان عشان ارد عليها. لو عجبتكم الحلقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زرار الجرس عشان تجيلكم دايما كل حلقاتي الجديدة. رمضان كريم عليكم.